السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. عملنا النهاردة فينو الأفران الاقتصادي. عملناه بطريقة سهلة بسيطة، من غير لبن، من غير زبدة، من غير بيض. عملناه بطريقة بسيطة جدا، ممكن أي حد فينا يجربها ويعملها. شايفين العيش حلو ازاي؟ العيش طري جدا. شايفين من جوه عامل ازاي؟ طري وهش، والعجينة كانت عاملة زي القطن. يلا قوموا جربوه واعملوا لي الولاد عشان ياخدوه معاهم بكرة المدرسة. الطريقة سهلة قوي وإن شاء الله هتعجبكم. تعالوا نشوف إحنا عملنا إيه. عندي معلقة كبيرة من الخميرة، هضيف عليها معلقتين كبار من السكر، وهضيف عليهم كمان كوباية من المية الدافية. هقلب كده الخميرة مع السكر، وهضيف عليهم كمان نص كوباية من الدقيق. هقلب المكونات كلها مع بعضها شوية كده، وهغطيهم وهسيبهم على جنب. تعالوا بقى نشوف المواد الجافة. عندي 4 كوبايات من الدقيق، ضفت عليهم معلقتين كبار من اللبن النيدو، معلقة صغيرة من الملح. هقلب المكونات كلها كده مع بعضها وهركنها على جنب. وتعالوا بينا نشوف الخميرة عملت ايه. اهو تمام كده، شايفين الفقاعات اللي فوق الوش كده تمام. هضيف بقى المواد الجافة عليها وهحطهم في العجان، وهبدأ اضربهم بالراحة لحد ما كلهم يتجانسوا مع بعض. هبدأ بقى اضيف بقية المكونات الموجودة. هضيف معلقة كبيرة من الخل، وهضيف نص كوباية من المية الدافية، وهضيف كمان معلقتين من المية. هضرب العجينة كده كلها في العجان. وهو شغال هضيف كمان 3 معالق كبار من الزيت، وهضرب حوالي 10 دقايق. أنا هشغل العجان 10 دقايق، أضرب العجينة بالشكل ده أهي. بعد ال10 دقايق ما خلصوا، شايفين العجينة طالعة عاملة إزاي؟ في منتهى الجمال، بتلزق تلزيقة بسيطة، طرية جدا، وعاملة زي القطن. هنحطها بقى في البولة، ندهن البولة زيت وهنحطها في البولة. هنريحها بس 10 دقايق، مش هنسيبها تخمر. 10 دقايق بس، هنغطيها كده بالاسترتش ونركنها على جنب 10 دقايق. انا مش عايزاها تخمر، انا هخمر الفينو تخميره واحده بس. عندنا بقى صينيه هدهنها زيت، زيت بسيط كده. وهجيب العجينه بعد ما قعدت 10 دقايق وارتاحت اهي. هقطعها بقى كور صغيره على قد حجم الرغيف اللي انا هعمله بالشكل ده. كوره اهي، يعني قد البرتقانه الصغيره. هو ده الحجم ده كويس جدا، مناسب جدا. اهو بالشكل ده اللي احنا شايفينه. هعمل بقى الكميه كلها وبعدين هوريها لكم. اهي كل الكميه اهي، الكور كلها بالشكل ده. هغطيها بقى بستريتش او بكيس بلاستيك، وهبدا اخد منها اول كوره. هاخد اول كوره كده، هفردها كده بالشكل ده، وهكون دهنه زيت بسيطه. هفردها كده بالطول اهو، وهيبقى سمكها حوالي نص سنتي. هلفها رول كده بالشكل ده بالراحه كده اهو، رول اهو. هبدا الف كده لحد ما اخلصها كلها، وهاجي في الاخر اهو هقفلها كده بالشكل ده. هقفلها جامد كده بالشكل ده، وهقفلها كمان من الجناب كويس اهو. وهتك عليها كده تكه خفيفه. وجنبي بقى صينيه انا دهناها بالزيت، هرص فيها العيش. تعالوا نعمل واحده كمان. دهنت السطح دهنه زيت خفيفه. خدت الكوره فردتها اهو بالراحه، فردتها بالطول كده بالشكل ده اهو. هبدا بقى الفها رول زي الاولانيه اهو، وهاجي من الاخر هقفلها كده برضو. هتك عليها كده وانا بقفلها عشان ما تتفتحش، وهخلي القفله بتاعتها من تحت في الصينيه من تحت اهو. يلا بينا نعمل واحده كمان. هفرد كده بالشكل ده. شوفوا العجينه بتتفرد معايا في منتهى السهوله. العجينه طريه جدا اهو. هبدا برضو الفها رول، هقفل كده وهلف في الاخر برضو هقفلها بنفس الشكل اللي احنا عملناه في المرتين الاولانيين اهو.
وهخلي القفله بتاعتها في الصينيه من تحت. هعمل بقى الكميه كلها، هرصها في صواني بالشكل ده، وهسيبها ترتاح لحد ما حجمها يتضاعف، نص ساعه، ساعه الا ربع، لحد ما الحجم بتاعها يتضاعف اهو. ودي بخاخه انا حطيت فيها شويه لبن، هبخ كده من فوق على العيش. انا مش بستعمل بيض في المعجنات، انت لو عايزه تدهني الوش بيض استعملي البيض، لكن انا دهنتها باللبن بس. اهي كنت مسخنه الفرن على درجه حراره 180، دخلت العيش قعد بس 10 دقايق، طلع بالجمال اللي احنا شايفينه ده. بعد ما طلع انا رشيته رشه ميه خفيفه، وغطيته بفوطه، وسبته حوالي 10 دقايق لحد ما بقى بالجمال اللي احنا شايفينه ده. العيش طري جدا وخفيف جدا، شايفين؟ العيش يتاكل لوحده. طريقة سهلة وبسيطة، وإن شاء الله تعجبكم. قوموا يلا جربوه واعملوا لي للولاد. وإن عجبكم الفيديو لايك وشير.